لأنه مقتدى الصدر قائد التيار الصدري أعلن اعتصامه مسجد الكوفة. بالمقابل أعلنت القوات الأمريكية عن اعتقال أو قتل مقتدى الصدر واعتبروه شخص خارج عن القانون، بحيث كان أكثر تمركز قوات جيش المهدي بمحافظة النجف، وقدروا يسيطرون على محيط مسجد الكوفة وكذلك محيط مرقد الإمام علي عليه السلام، وسيطروا كذلك على أغلب المناطق اللي موجودة بالنجف. تقدرون تقولون كل النجف صارت تحت سيطرة جيش المهدي، وهنا بدأت تصير مواجهات كلش قوية ما بين الطرفين، لدرجة تفاجئوا بها العالم وقالوا شلون أقوى جيش بالعالم اللي فارض سيطرته على الكرة الأرضية ما جاي يقدر يقتحم مدينة النجف.